السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا النهاردة هعمل معاكم غدا كده ايه، خفيف وبسيط كده. عايزاكم تبقوا معايا. قبل ما ابدا عايزه اقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان الله وملائكته يصلون على النبي فيا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل ايه النهارده حبايبي؟ هعمل فراخ مشويه في الفرن، بس يعني اللي هي الفراخ، انا عملت معاكم فراخ قبل كده بطريقه تانية فيها زبادي وفيها مكونات كتير قوي. سوري معلش. انا هعمل معاكم النهارده الفراخ اللي هي اصلا اول ما بدأنا نعمل فراخ في الفرن. عباره عن ايه؟ معايا هنا انا مقطعه بصلايه ماشي، ومقطعه طماطميتين صغيرين اهو، افضيهم. سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. تمام. احط فيها ايه؟ رشه فلفل، احط ورق راوله ماشي، احط ايه؟ معلقه كزبره، شويه كمون، كل ده على البصل والطماطم. احط ايه؟ معلقه ملح، دي معلقه صغيره فانا ايه كده اعتبر معلقه. تمام. هعمل ايه يا حبايبي؟ هقلب كل ده بايدي بقى، معلش. هدخل كل الحاجات اللي انا حطيتها دي ايه معاها، اكيد يعني ايه. وعلى فكره الطريقه دي خفيفه وكويسه قوي، جربيها هتعجبك. كده انا قلبت المكونات كلها في التوابل. بصوا هحط بقى، ابتدي احط الفراخ. طبعا انا غسلاها بصوا زي الفل، وكنت حاطه عليها ميه الليمون المخلل اللي انا كنت عاملاه قدامكم. فطبعا عامل معاها شغل حلو قوي قوي، يعني ريحتها تحفه، ما فيهاش اي زفاره ولا اي حاجه خالص. اهي الفراخ بتاعتي كلها انا حطيتها. هبتدي بقى ايه اقلبها كلها في ايه، في الحاجات دي. اول فراخ مشويه عملناها يا جماعه في البيوت، سهله وجميله جدا، ما فيهاش اي حاجه، وبسيطه وخفيفه وطعمها حلو. دي غير بقى اللي احنا كنا بنعملها الاول ايه، معلقه صلصه ومعلقه زبادي ومعلقه عسل والتوابل. دي حاجه تانية يعني، دي تانية جميله طبعا مفيش كلام. ماشي. حاول ان انا ادخل كده تحت الجلد اهو اهو. حاول ان انت ايه تروح عليها كلها، تبقى جميله فعلا يعني. جربيها بالطريقه دي، تغيير برضو، تغيير. لما نحط مكونات قليله ونعمل الطريقه العاديه برضو ايه، بنيجي علينا وقت نلجأ للطرق الاولانيه اللي عملناها، فاهمين؟ بصوا حبايبي، وده قالب ماجي انا فرقاه اهو، وحطيت فصين توم برضو نسيت اقول لكم عليهم، يعني قطعتهم حلقات كده اهو. كده خلاص تعتبر الفراخ بتاعتي ايه دخلت فيها كل البصل بالتوابل بالطماطم والحاجات. تمام كده. هبتدي بقى ان انا ايه اعدلها في الصينيه. جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي. بس حاولي تدخلي كده ايه الجزء اللي هو بيبقى هنا ده في الصدر ده، حاولي تدخلي فيه كده، لان بيبقى صعب ان هو يوصل له اي حاجه اهو. تمام كده اهو يا حبايبي. انا خلاص رصيت الصينيه بتاعتي وظبطتها تمام، وحطيت الفراخ عدلتها وعدلت الجلد بتاعها عليها اهو. تمام. هفضي عليها بقى. انا عندي هنا ايه 3 طماطميات انا بشراهم ماشي، هفضيهم عليها. انا بعمل بقى كل حاجه بايدي عشان خاطر ايه، يعني انا بحس ان انا كده ايه بشتغل احسن من الجوانتي. طبعا غسله ايدينا ومنضفه الدنيا، والدنيا زي الفل وقشطه، مفيش اي مشكله. ماشي. بس حبايبي انا اهو ظبطتها اهو. هحط لها ايه بقى
شويه سمنه كده بسيطه قوي مش كتير. انتي بقى عايزه تكتري السمنه او الماده الدهنيه براحتك، بس يعني هي كده كده هتنزل ايه، هتنزل السمنه بتاعتها. انا عندي السمنه بره في المطبخ يعني، مش في التلاجة، عشان كده هي تلاقيها ايه سايحه. وبصراحه انا عايزاها كده عشان خاطر ايه تبقى سهله معايا. ماشي. هعمل ايه بقى؟ معايا هنا كوبايه ميه اهو، هحط شويه منها كده بس كده، مش هكتر. تمام. هعملها كده عشان خاطر ايه تبقى موجوده في كل مكان اهو. بس انا هرفعها على النار، هحطها على البوتاجاز شويه. تمام. على شعلة البوتاجاز من فوق، تغلى غلوتين كده، وبعدين هنزلها في الفرن. بس هي دي الطريقه بتاعت الفراخ، سهله وجميله ومتعودين عليها من زمان، وتغيير شويه عن اللي احنا متعودين عليه. هتستوي نص سوا كده على البوتاجاز وبعدين تخش الفرن. انا كده خلاص حطيت الفراخ على البوتاجاز يا حبايبي اهو، ابتدت تغلي معايا اهي زي ما انتم شايفين اهي، بتغلي الدخان طبعا معلش. بس معايا بقى ايه الوصفه التانية. هعمل بسله بالجزر النهارده، عندي بيحبوها قوي. عملت انا ايه هنا، حطيت معلقه سمنه على شويه زيت اهو. بحط زيت عشان انا ما بحبش اعمل الاكل كله بالسمنه عشان يبقى خفيف شويه. تمام. معايا هنا ايه بصلايه مفرومه اهو، انا فرماها مش فرماها قوي يعني اهو. تمام. بس هعلي البوتاجاز شويه بقى وابتدي اقلب. المفروض تتحط في الزيت وهو سخن او السمنه وهي سخنه. ماشي. بس هيسخن. انا عليت البوتاجاز اهو. اهو البصل يا حبايبي، السمنه بتاعتي سخنت اهو، والبصل ابتدى ايه يدبل معايا اهو. بصوا انا هنا بحط الحاجات بتاعتي كلها، المكونات بتاعتي اللي انا هستعملها في الاكل اللي انا بعمله قدامي، عشان ايه ما افضلش ايه رايحه جايه كل شويه اهو. بصوا الحاجات بتاعتي اهي بجهزها جنبي يعني، عشان ما اضطرش ان انا افصل الفيديو. ماشي. يعني مش هحمرها قوي، بس هسيبها تصفر شويه. طبعا جرس الباب ده يعني لو مرنش وانا بعمل الفيديو يحصل حاجه لازم ورايا. خلاص كده ايه البصله بتاعتي اهي ابتدت تصفر خلاص، تاخد لون معايا كده. انا مش عايزاها ايه تتحمر اكتر من كده. هحط معاها ايه دول 3 فصوص ثوم. بس كده. خلاص يا حبايبي انا حمرت البصلايه مع الثومه، وادي الطماطم هنا ضربها في الخلاط، وضربه معاها نص قرن فلفل احمر كده من الجزء اللي فوق بس. هحط بقى الطماطم زي ما انتم شايفين كده اهو. هحط معاها ايه بقى شويه كمون، التوابل بتاعتي رشه فلفل اسود بس كفايه. معايا هنا ايه معلقه ملح، معلقه كزبره، قالب ماجي. تمام كده. ابتدي اقلب. زي ما انتم شايفين تاخد غلوه معايا، واحط لها بقى البسله والجزر. انت ممكن تحطي البسله والجزر دلوقتي عادي كانها ني في ني، بس انا هديها بس غلوه تندمج هي والتوابل مع بعض. اهي يا حبايبي البسله بتاعتي اول ما الصلصه بتاعتها غلت غلوه، مش بسبكها ولا حاجه، لا انا بغليها الاول وبعد كده ايه ببتدي احط عليها البسله والجزر. انا بحط البسله والجزر مع بعض، ما بحطش حاجه قبل حاجه، لان احنا عارفين البسله بتاخد سوا والجزر بياخد سوا، فالاتنين مع بعض هيستووا كده مع بعض. خلاص انا حطيتهم اهو، قلبتهم في الصلصه. اغطي عليها بقى واسيبها هي ايه تغلي وتستوي مع بعضها، وهقول لكم عبال ما هي تخلص هنعمل ايه مع بعض. الخطوه الجايه بقى يا حبايبي او الاكله الجايه اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي، انا هعمل ايه. هعمل صينيه كوسه، حاجه كده خفيفه خالص وايه، وعامله حبه قليلين يعني عشان ايه
انا بس اللي ممكن اكل منها، لان هم ايه مش في الكوسه قوي يعني. بصوا حطيت رشه فلفل صغيره، رشه كمون، تمام، شويه ملح اهو. هقلبهم مع بعضهم. على البصلايه نسيت اقول لكم، دي بصلايه انا مقطعاها زي ما انتم شايفين كده. قطعيها لو عايزه تعمليها، قطعيها زي ما تقطعيها خالص براحتك، مفيش مشكله. ماشي. هعمل ايه؟ هفضي عليها الكوسه اهو. دي الكوسه انا مقطعاها اهو، وهحاول ان انا ايه اقلبهم في بعض. اهو انا قلبتها يا حبايبي اهو مع البصل والتوابل. معلش بس عشان ما كنتش عارفه اقلب بايد واحده، فخلاص انا اهو ايه قلبتها. نسيت احط الكزبره، مش هحطها كلها، هحط حبه صغيرين اهو. الكزبره الناشفه انا بحبها في الاكل جدا، بتدي ريحه حلوه. مش هحط توم بقى ولا هحط اي حاجه. لو تاخدوا بالكم النهارده انا عامله الاكل خفيف جدا، لايت خالص خالص. يعني احنا قلنا قبل كده، انا قلت لكم قبل كده، قلت معاكم من وقت للتاني كده احنا ممكن نعمل ايه اكل خفيف. ماشي. وعلى فكره الكوسه بالطريقه دي خفيفه وجميله جدا، وبتبقى طعمها حلو برضه يعني. ممكن انت بقى ايه يعني، انا هقول لك دي الطريقه اللي انا هعمل بيها. في طريقه تانية اللي هي بتقطعي عليها ايه الطماطم طرنشات كده، ماشي، تفرشيها عليها كلها، وتاخد معاكي ايه مغرفتين شوربه. لو عندك ما عندكيش شوربه بتحطي نص كوبايه ميه، تمام. انا هقعد انا سوري معلش، عندي هنا باقي الطماطم اللي كنت ضربها في الخلاط عشان البسله. هحط بقى، سبت شويه هحطهم للكوسه اهو، بس كده. وهحط شويه ميه برضو عشان بس ايه تستوي مظبوط، تمام. بس كده حبايبي اهي، مش محتاجه اي حاجه تاني خلاص. هحطها على البوتاجاز شويه وارفعها على النار تستوي، وبعد كده برضو هنزلها الفرن. بس هحاول ان انا بس ايه اظبطها كده عشان خاطر تبقى ايه. انا هحط لها حوالي معلقه زيت واحده، مش عايزه احط سمنه. لو عايزه انتي تحطي زبده، عايزه تحطي سمنه، بتبقى كويسه طبعا، بتبقى احلى بكتير. انا هحط لها معلقه زيت واحده بس، زيت ذره، وخلاص كده، وهدخلها الفرن، تمام. بتبقى جميله جدا. جربي الطريقه دي، مش لازم يعني عشان عايزه اكل خفيف ولا حاجه، لا بالعكس، هي بتبقى حلوه جدا ومختلفه، وريحتها وطعمها بيبقى احلى والله. كده انا حطيت يا حبايبي صينيه الكوسه خلاص في الفرن. انا دلوقتي حطيت معلقه سمنه ومعلقه وشويه زيت في الحله. هعمل رز بشعريه اهو، ماشي، تمام كده. احط شويه كمان، بس هبتدي اقلبه بقى. اهي يا حبايبي خلاص الشعريه اهي مرت اهي معاكم. هحط بقى عليها الرز واقلبه قدامكم اهو. بصوا يا، بس التليفون مدي لون فاتح شويه، مش عارفه ابينه لكم ازاي اهو، مش واضح قوي اللون بتاعها، ماشي. خلاص يا حبايبي انا قلبت الرز اهو في الشعريه، وحطيت معلقه ملح، ماشي. هظبط بقى ميته، شوحته شويه كمان كده. احط الميه بتاعته كده، تمام، واقلبه. لو احتاج تاني هحط، بس هو يعني ايه، لو احتاج هيحتاج حاجه بسيطه يعني، مش قوي، او ممكن ما يحتاجش كمان. بس انا بقلبه اهو، مش هيحتاج ميه، هو كده ميته كويسه قوي عشان ما يعجنش اهو. اقلبه تاني عشان خاطر ايه، لو في ملح ولا ايه، كده كده لازم تقلبي بعد ما تحطي الميه، حتى لو مقلباه ومشوحاه برضو عشان يفك معاكي اهو. بس خلاص كده انا هغطيه وهسيبه هيغلي طبعا. اول ما يبتدي يتشرب معايا هروح مغطيه عليه خالص، تمام. ودلوقتي انا هغطي عليه كده. انا خلاص خلصت الرز بشعريه بتاعي، والبسله اهي في الجزر على النار، ماشي اهي بتغلي. انا مغطيه عليها عشان تستوي براحتها، تمام. وعندي الكوسه والفراخ في الفرن، حطهم بقى بيستووا جنب بعض.
يلا عايزه اقول لك يا حبيبتي، يلا ما تنسينيش في اللايك دلوقتي، لو واصله معايا للفيديو لحد دلوقتي حطي اللايك الجميل بتاعك وكومنتاتكم الجميله والشير، مش هوصيكوا حبايب قلبي فضلا وليس امرا. هخلص هسوي بقيه الاكل وهرجع لكم اهو يا حبايبي. رجعت لكم تاني بعد ما خلاص غرفت الاكل بتاعي كله استوى اهو. الغدا بتاعنا ادي الفراخ اهي، شكلها جميل جدا وريحتها حلوه ومستويه، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم قوي. وادي صينيه الكوسه، انا ما حبيتش اغرف يعني، قلت ايه شكلها كده يبقى احلى. وده الرز بشعريه بتاعي ماشي. وادي البسله بالجزر اهو. انا فرشه الاكل اهو على جرانين على الترابيزه بره في الصاله عشان نتغدى اهو. تعالوا اتفضلوا معانا. وده الليمون المخلل اللي انا خللته قبل كده وعملته قدامكم في الفيديو. استوى بقى جميل جدا، والفلفل مقرمش وجميل ومستوي. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم. ويلا حطي اللايك دلوقتي، اللي ما حطش اللايك يحط اللايك، وحبايبي اللي ما اشتركوش مستنيينهم يشتركوا ويدوسوا زر الجرس ويفعلوا الكل. يلا حبايبي اسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.